طيب ورجعت لكم تاني بفيديو بتكلم فيه عن نفس الموضوع تقريبا، وهو سبيس تون مخبيه لنا ايه في عيد ميلادها ال 25. ايه اللي ممكن سبيس تون تدبلجه جديد سواء على القناه او على تطبيق سبيس تون جو. في الفيديوهات اللي فاتت اتكلمنا مع بعض عن امكانيه دبلجه دراجون بول سوبر برولي او دراجون بول دايما، وبعد كده قلت لكم ان لا، ده ممكن ما يحصلش لان هم عملوا في الكاونت داون ابطال الكره، وده معناه ان هو هيبقى عد تنازلي بس اتجاه هويه جديده ممكن سبيس تون تعملها. واظن ان ده برضو ممكن يحصل، ممكن فعلا يتم الاعلان عن هويه جديده لسبيس تون او تعديل على الاقل على الهويه القديمه للقناه بمعنى اصح. لكن وانا جاي بتصفح في التطبيق بتاع سبيس تون جو لقيت بعض الحاجات قدامي اللي تخليني اقول لكم زي ما انتم شايفين من عنوان الفيديو والثامنيل، ايوه ما كانش هو اللي احنا متوقعينه. لكن وكالعاده يا صديقي، قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش اللايك لان ده فعلا هيساعدنا جدا في بناء القناه، وما تنساش اهم حاجه لا تجعل مشاهده الانمي تلهيك عن واجبك الديني والدنيوي. طيب هو انا مش عارف بالظبط اللي حصل في التطبيق ده، جليتشايه ولا في حاجه مشكله في السيرفرات، طيب ولا هو يعني في ايه بيحصل في تطبيق سبيس تون جو بالظبط. لكن كنت جاي افتح تطبيق سبيس تون جو عشان اتفرج على حلقه من حلقات ابطال الرجبي اللي هنتكلم عنه في مره من الاوقات باذن الله. جاي بدور على الحلقه دي وبشوف بقى قائمه الحلقات بتاعت اللي هي عرضت حديثا. بصيت لقيت كوركوس باسكت بول وإنازوما 11. ايه اللي جاب كوركوس باسكت بول وإنازوما 11 وهم متدبلجين وخلصانين اصلا بالفعل، يعني موجودين ازاي في عرضت حديثا؟ هل يا ترى هم طيب نسخه منقحه محدثه مثلا واتش دي والكلام ده كله؟ بصيت حتى لقيت انازوما 11. طب ابطال الكره، يعني ما هو ابطال الكره اسمه ابطال الكره وموجود، هل انتوا عرضتوا مثلا الدبلجه الياباني؟ وبعدين بصيت لقيت كوركوس باسكت بول اسمه كوروكونون باسكت بولو تقريبا او حاجه كده، اعذروني طبعا على التسميه الحراقه دي، لكن قلت بقى باسكت بولو وقلت بس هو ده الدبلجه الياباني لكوركوس باسكت بول، ولو اني مش عارف برضو كانوا ممكن ياخدوا خطوه زي دي ليه. لكن غلبني فضولي وقلت اخش اشوف طيب انازوما 11 اللي هو جالي الخيال انه ممكن يكون نسخه منقحه انازوما 11 في الكاونت داون، هو ده اللي احنا مستنيينه ولا ايه؟ طلع يعني جاي اسمع بقى صوت عامر وزين الفنان اياس ابو غزاله، الاصوات الرخيمه احسن من احسن الدبلجات اللي سمعتها في مركز زهره كاختيار اصوات. يعني جاي اسمع ايه ده؟ هو فين اللغه العربي؟ انا سامع دبلجه تركي. ايه اللي جاب ابطال الكره بالدبلجه التركي على تطبيق سبيس تون جو؟ رحت على كوركوس باسكت بول لقيته برضو موجود بالدبلجه التركي. ببص قبليها لقيت قطر الندى موجود بالدبلجه التركي. الله، انزل تحت في التطبيق واشوف اللي هي الحاجات الكامينج سون مش باينه، لكن لما كنت بدوس كان في كامينج سون تقريبا مغامرات بادينغتون وبرضو مغامرات توم سوير، واظن اللي هو ميوكل دريمي او اللي هو عالم الاحلام او حاجه كده. فاستغربت هو يعني ايه اللي جاب الحاجات دي موجوده بالتركي؟ انا يعني التطبيق بالعربي وانا مش فاتح اي في بي ان، وفتحت اصلا حلقه ابطال الرجبي عشان اتاكد، لقيتها مش موجوده بالتركي ولا حاجه، موجوده بالعربي بالدبلجه العربي، التطبيق كتابته بالعربي وكل حاجه. فايه بالظبط اللي حصل جاب الحاجات بتاعت التركي؟ هتقول لي يا تيفو سمباي طب ما ايه المشكله؟ ما احنا احيانا بنشوف مثلا سبيس تونجو جابت قبل كده الفيلم بتاع كونان ال 22 بالعربي وبالياباني وبالانجلش، وبعض الاحيان بتعرض الافلام مثلا سواء افلام كونان بالعربي وبالياباني، او في بعض الحلقات مثلا كونان الحديث ده بتتعرض برضه بالعربي وبالياباني، داي الشجاع عربي وياباني، ابطال ديجيتال كان بيتعرض عربي وياباني والحاجات دي، فده مش جديد. تمام، ايه اللي جاب التركي؟ يعني الياباني اللغه الاصليه، لكن ايه اللي جاب التركي للموضوع؟ هل ده بسبب ان في قناه سبيس تون تركي تقريبا شغالين عليها بقالهم فتره، ومعرفش هل في تطبيق سبيس تون جو تركي ولا لا، بس واضح كده ان ايوه ده خلاص اكد لي شبوكي تماما يعني. لكني قلت عادي ممكن تكون جليتشايه او بج حصلت في التطبيق، لحد ما طلعت وبقلب تاني عشان اوصل بقى للحلقه الاخيره من ابطال الرجبي، ولقيت الانمي ما كنتش اتوقع وجوده في من الانميات الرياضيه. اتفرجت على الحلقه الاولى منه، كان ممل سنه لحد ما كملت معاه شويه وكان عادي، سحبت عليه تقريبا بعد 5 حلقات كده ولا حاجه، مش لانه انمي وحش بس لانه انمي كان عادي جدا وانا كنت ساعتها تقريبا مشغول، فانشغلت عنه وسحبت عليه وما حسيتش ان انا عندي الحافز ان انا ارجع اعرف تكمله القصه ماشيه ازاي او ايه اللي حصل في بقيه الانمي مع تطور الحلقات. الا وقد كان الانمي ده هو الحلقه ال7، يعني نزل 7 حلقات بالفعل من انمي تومبو، انمي رياضي بيتكلم عن فتاه بتلعب الجولف، فتاه طيبه بريئه بروديجي موهوبه، يعني قصه عاديه كلنا حافظينها وعارفينها، بس
ما كانش فيه اي تلميح خالص او اي كلام او اي حاجه تقول ان سبيستون ممكن يبقى معاها اصلا حقوق انمي زي ده. فهل فكره الحقوق، هل سبيستون تركي معاهم حقوق معينه وسبيستون جو العربي مثلا او سبيستون العربي بتبقى حقوقهم منفصله؟ يعني هل القائم على القناتين او اللي معاهم حقوق الشركتين حاجات منفصله او اشخاص منفصله، ولا اللي معاه الحقوق دي هو اللي معاه الحقوق دي؟ لان لو فكره وجود الحقوق لعمل معين مع سبيستون التركي تعني فكره وجود الحقوق دي مع سبيستون العربي، يبقى ده يعني حاجتين، حاجة عجباني جدا وحاجة مضايقاني جدا. نبدأ بالحاجة اللي مضايقاني جدا، وهو بجد تومبو. يعني بعد كل اللي احنا مستنيينه من سبيس تون وقلنا أعمال كبيرة زي دراجون بول، بعض الناس افتكرت بليتش بسبب بعض التسريبات اللي كانت فيك يعني. دراجون بول سوبر برولي، طب دراجون بول دايما، طب دراجون بول دايما هينتهي، ده ممكن يتزامن مع عيد ميلاد سبيس تون ال 25 وبعض الهلومات الكبيرة كده، وابص والاقي في الاخر تومبو. يعني وعلى فكره كان موجود بالتعديل الالكتروني بتاعه، يعني اقدام الفتيات كانت متغطيه والحاجات دي كلها، يعني ثقافه سبيس تون العاديه المعروفه، لكنه كان بالدبلجه التركي. فاللي هو يعني هل انتم مخبيين لنا تومبو؟ يعني هل هي دي المفاجاه اللي احنا كنا منتظرينها؟ اظن بشكل كبير. لكن نيجي بقى للحاجه اللي بجد ممكن تكون عجباني جدا، ان تقريبا هم بيعرضوا عندهم ناروتو بالدبلجه التركي، وفي اعمال موجوده بالدبلجه التركي هناك احنا ما شفناهاش من فتره طويله بالدبلجه العربي سواء على القناه او على التطبيق. فهل وجود ناروتو على القناه عندهم هناك يعني، وطبعا المعلومه دي قالها لي بعض من زملائي وما عنديش اي طريقه اتاكد منها، فهل احتماليه وجود ناروتو على القناه التركي هناك معناها احتماليه ان احنا نشوف ناروتو على قناه سبيس تون العربي او ابلكيشن سبيس تون جو العربي، ولا ده ممكن يكون بعيد شويه؟ لان لو فعلا كده يبقى الحقوق منفصله ما بين التركي وما بين العربي، ويبقى التركي اداره معينه اختارت الدوبلاج لعمل خفيف ممكن يكون لايق على الاصوات اللي عندهم زي تومبو، والاداره اللي خاصه بالعربي مثلا او سبيس تون جو العربي حاسه ان مش الاختيار الامثل او مش الاختيار اللي بتوعد بيه جمهورها العربي ان هم يعملوها لها في العام ال 25. انا اظن بشكل كبير ايوه ممكن تكون تومبو. انا واحد من الناس بحب جدا ابلكيشن سبيس تون جو وشايفه بيتطور جدا جدا مع الوقت، لكن اللي بيحصل دلوقتي لخبط لي دماغي. طب حقوق، طب مش حقوق، طب دي تسريبات، طب هل دي حاجه مقصوده، طب هل دي حاجه هم حاسبين حسابها، هل دي حاجه مثلا ممكن في يوم من الايام نشوفها قدام لكنها مش بتاعت عام ال 25 لسبيس تون؟ يعني هرجع واقول لكم تاني، يمكن فكره الفيديو ده او الاحباط نوعا ما صايبني شويه في الفيديو هو ان ده ربع قرن، يعني انت جاي بتعلن لي عن مفاجأة ربع قرن على مرور سبيس تون، فان انت تيجي تقول لي ان انا قضيت 28 سنة من حياتي 25 منهم بتفرج فيهم على سبيس تون، ويبقى في الاخر بعد ربع قرن سبيس تون 25 تقول لي تومبو. يعني لو ده حصل فعلا، وانا اظن ان ده هيحصل، بس هيبقى ليت داون كبيره جدا 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 من القناه ومن الاداره للفانز وللمحبين والجيل التسعينات وجيل الطيبين اللي بجد نشأ وتربى على ايديهم. ما اظنش ان هي دي المعامله اللي احنا نستحقها لو كان ده اللي فعلا هيحصل. يمكن انا كل ده بخمن ومحض تهيؤات، لكن زي ما قلت لكم الموضوع شد انتباهي جدا، واظن ان اتس مور لايكلي ان هم يدبلجوا تومبو على سبيس تون جو، لان الفكره كمان ان دبلجته سهله جدا. هو انمي شخصياته قليله جدا، حاجه عامله زي ميجالو بوكس، تقدر تدبلجها كويس جدا لان شخصياتك قليله فتقدر تحسب اختياراتك بالشعره. وبس كان فيديو قصير حبيت اتكلم فيكم عن الاحتماليه دي بتاعت دبلجه تومبو. ما تنسوش اللايك وقولوا لي رايكم في الكومنتات، قولوا لي متوقعين ايه من سبيس تون بعد كل ده، وهل متوقعين فعلا دبلجة تومبو؟ ولو فعلا تومبو الدبلج هيبقى ايه احساسكم؟ ولو ما تدبلش فمتوقعين ايه لسبيس تون في العام ال 25 بتاعها؟ يعني قولوا لي رايكم في الكومنتات وانا هقرا الكومنتات وارد عليكم باذن الله. وقبل ما نقفل الفيديو ما تنسانيش باللايك يا صديقي، لان ده فعلا هيساعدنا جدا في بناء القناه لقدام. وزي ما قلت لكم تاني، لا تجعل مشاهده الانمي تلهيك عن واجبك الديني والدنيوي. دي كانت كل حاجه عندي اقولها في الفيديو بتاع النهارده، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.